راح نعمل اليوم أنا وياكم كعك العيد الاقتصادي جدا. يلا نركز ونعمل وصفة. راح نحتاج بيضة واحدة فقط، عليها نصف كوب من السكر، وأكيد راح نزيد شوية فانيليا سائلة أو بودرة، نصف كوب من الزيت النباتي، ونحرك كل المكونات مع بعض لحد ما يدوب السكر. بعد ما داب السكر راح ننزل بدقيق القمح أو الطحين، وبعدين حليب بودرة، واخر شي ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. راح نحرك شوي شوي لحد ما يمتزج كل الخليط. بعد هيك راح نحرك بالسباتولا مشان ما نفعل جلوتين الطحين، مشان ما تطلع معنا الحبة ناشفة او قاسية. هذا القوام المناسب. بتمنى تشوفوا كل المقادير تحت الوصفة. بعدين راح نكور الكعك بهذا الشكل، نعمله بشكل كرات ونصفه على ورقة، ونجيب هاي الشي او هذا الاختراع او هي الحديدة، ما بعرف شو اسمه والله. راح نبصم الكعك مثل ما انتم شايفين. بعد ما بصمناهن راح ندخلن على الفرن لمدة 10 دقائق فقط على حرارة 170 180. طيب، عبين ما ينخبزوا معنا راح نحاول نقطع الشوكولاتة، 100 جرام بس من الشوكولاتة، ويمكن ما استخدمتهم كلهم. ونحط هاي الشوكولاتة بوعاء زجاجي، بعدين ندخله على الميكرويف دقيقتين ونحرك. طبعا انا حرقت الصينية الاولى لانه كنت عم احكي مع شادي، فهي الصينية الثانية. المهم راح نغمسهم بالشوكولا مثل ما انتم شايفين، وراح نحصل على احلى كعك موفر واقتصادي. بتمنى تشاركوا الوصفة مع الاهل والاصدقاء، ولا تنسوا تعملوا لنا فولو.